تشكيل نادي الزمالك لماتش المقاولين، وبدا بقى يبقى عندنا حيره، ولما نيجي نحط التشكيل يا جدع تخيل نادي الزمالك لما حد من الجمهور يجي يحط التشكيل ويتوقع التشكيل يبقى عنده حيره. السكواد بقى عندنا حلو ما شاء الله، وعندنا عمق في السكواد والدنيا حلو. وزي ما قلت لكم تشكيل ماتش السيراميكا وطلع بنسبه 99%، حتى ناصر ماهر جناح يمين قلتها. هنقول لكم ان شاء الله تشكيل ماتش المقاولين. في حراسه المرمى محمد صبحي، ناحيه اليمين عمر جابر اللي ما عندناش غيره اصلا غير محمد شحاته اللي بيلعبها، وطبعا مش هنستغنى عن محمد شحاته في نص الملعب. ناحيه الشمال طبعا لا خلاف على الاسد المغربي محمود بن تايج، اللاعب الله اكبر عليك يا ابني عالمي. قلبين الدفاع بقى الحلويات بتوعنا حسام عبد المجيد والونش ابو الاوناش. نص الملعب بقى هيبقى هنا في بقى اختلاف، وهيبقى في حيره، وهيبقى في ضجه، وده جاهز وده جاهز، وعايزين نشوف اللاعب الجديد. بس انا هقول لك برضك ان هو هيستمر على دونجا وعلى محمد شحاته. نمرة 10 بقى الحيرة كلها هتبقى في نمرة 10، هل هو يلعب ناصر ماهر رقم 10 زي ما لعبه في ماتش سيراميكا في اخر ربع ساعة، والراجل جاب جون حلو وعمل ماتش كويس وصنع كرة للجزيرة انفراد، ولما نزل لحتة اللي هي 10 دي عمل اختلف تماما عن الجناح اليمين، ولا هيستمر في الجناح اليمين؟ احب اقول لك ان هو الماتش دوت هيلاعب عبد الله السعيد رقم 10، وهيلاعب ناصر ماهر جناح يمين، وهيلاعب نفس اللاعب بنزا جناح شمال. وهنا بقى الاختلاف بقى هيبقى على مركز المهاجم. هقول لك ان شاء الله باذنك يا ربي هيلاعب عدي الدباغ. نفسنا نشوفك بقى، نفسنا نشوفك بقى، ويبقى عندنا بقى دكه قويه. هيبقى عندك دكه، لسه عندك اللاعب البرازيلي ممكن يلعبه وممكن ما يلعبوش، بس هو مش هيبدا بيه، سواء بقى هو لعبه من بدايه او لعبه هو هيلعب بيه ان شاء الله، بس هو مش هيبدا بيه. حطها في دماغك، ما تعشمش نفسك انك هتشوف اللاعب البرازيلي، لان المدرب ده من نوعيه المدربين اللي بيحب يعني يبقى مستقر على تشكيل، ما بيحبش يغير كل شويه. طول ما الفرقه ماشيه وبتكسب هيفضل مستمر على كده، وهيبدا بنفس تشكيل الماتش اللي فات، وان شاء الله نكسب ونستمر في الصداره. سلام.